قلب الدكتورة خسيتي؟ وشك نزل، لا عينيكي حلقت، ما تكمليش الدايت. دايت ايه يا بنتي؟ ده اللي مخسسك كده. كلنا عايزين نخس بس مش عايزين وشنا ينزل. عشان كده جيت لدكتور عزة، استشاري التغذية العلاجية والتجميل الغير الجراحي. دكتورة، امتى لما اعمل دايت لازم وشي هيخس؟ اوكي. وامتى وشي مش هيخس معايا لو عملت الدايت؟ اوكي. واعمل ايه بقى لو انا مش عايزه وشي ينزل؟ اوكي، عاملين ايه الاول؟ خليني اقول لك ان اي دايت بنعمله لازم هيخسس الدهون من جسمي كله. تمام. لو اي دايت بعمله ودايت صح. اوكي. اوكي. يعني اوريدي لو انا عندي كميه دهون في وشي رد بقى انا مش عايزاها، هتنزل. لو الدايت بتاعي غلط ومقلله قوي السعرات وشايله النشويات تماما، فانا معنى كده ان انا بحرق من العضل مش من الدهون، فوشي هيقع. فده انا مش عايزاه. فاول حاجه لازم يكون الدايت بتاعي صح. اوكي. ولو الدايت بتاعي صح عينيا برده مش هتحلق ولا شعري هيقع. ليه؟ لان انا باخد التغذيه الكويسه، انا باخد بالانس الدايت، باخد كل العناصر الغذائيه اللي جسمي بالظبط، فانا بالعكس الدنيا هتتصلح. طيب امتى بقى وشي كده لازم يخس؟ لو انا اوريدي وشي رفيع، فانا سحبه الدهون الصغنططه دي يبان فيه جدا. تاني حاجه لو انا سني كبير فاوريدي انا عضلاتي واقعه شويه، كمان انا وشي مرهل، كميه الكولاجين اللي جوه وشي قلت، فده برده هيبان فيه. ازاي بقى نتفادى ان وشي يخس لما اعمل دايت؟ سواء انا كان وشي رفيع او سني كبير، لازم اتدخل على المناطق اللي انا عايزاها تخس الاول بسرعه. زي ايه دكتور؟ يعني لازم وانا بعمل دايت اجبره ان يحرق من المنطقه اللي فيها دهون كتيره، اللي هي مثلا معينه اللي هي زي الارداف، البطن. فهعمل ايه؟ هعمل جلسات. ايه بقى الجلسات؟ يا اما جلسات تفتيت الدهون بالاجهزه اللي هي زي الكرايو او الكافيتيشن، او ان انا اعمل ميزوثيرابي. وده افضل حاله للناس اللي اوريدي وشها صغير ومش عايزاه يخس مع الدايت، ان انا هخسس الدهون من المنطقه اللي فيها دهون كتير. اعتقد ان الدكتور كده ردت بمنتهى الوضوح على البوينت دي. شكرا دكتور حضرتك. استنونا في الفيديو الجاي واكتبوا لنا لو عايزين حاجه معينه جاوب عليها.